عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتمنى تكونوا بألف صحة والعافية. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو كي درتو مع الصيام، غلبكم ولا غلبتوه. المهم بهذا الفيديو إن شاء الله غادي يكون تحضير مائدة الإفطار اليوم الرابع من رمضان. المهم كل نهار رزقو، كل نهار وشنو كيكتاب نوجدو وشنو كيكتاب باش نفطرو. المهم هاد النهار غادي نوجد مقيلة وغادي نوجد معاها شي المهم سلطة وزعلوك. المهم هاد المقيلة كندير فيها في الاول درت الرية سلقتها باش ما تبقاش فيها داك الزفورة، ضروري كنسلقها وعاد كندير كنقطعها وقطعت القلب وداك الدواره اللي كيكون فيها داك الشحيمه اللي كيكون فيها الولسيس. صافي كنديرهم هما الاولين حيت كيشدوا الطياب، وكندير التوابل. وغالبا ما خصنيش ندير توابل، غير نسيت مع الصيام درت التوابل هي الاولى ماشي مشكل. المهم هنا غادي نخليها تقلى مزيان 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 حتى تنشف من الماء نهائيا. هي خصني نخليها حتى تنشف من الماء غير بالمليحه، عاد ندير التوابل. ملي غلطت انا ودرت التوابل ماشي مشكل، غادي نخليها بالتوابل ديالها تنشف من الماء نهائيا، ما يبقاش فيها كاع الماء، تبقى غير زويته. وعاد نضيف الكبده حيت كطيب دغيا هي والطيحان، غادي نضيفهم حتى للتالي. كيف كتشوفوا بعد ما تقلات المقيله مزيان وداكشي اللي درت دخلوا الطياب، عاد ضفت الكبده والطيحه حتى الاخير. غادي نخليها واحد 10 دقائق تنشف من الماء ويطيب داك الكبده والطيحه اللي درت. وعاد نضيف الربيع والكمون حتى لاخر مرحله غادي نضيفوه. ما غاديش نحرك حتى نبغي نحط، عاد غادي نحركهم. غادي غير نرش هكا الكمون وندير الربيع من الفوق وغادي نغطي عليها ونخليها حتى نبغي نقدمها نسخنها ديك الساعات وعاد نحرك الربيع والكامل. صافي هي المقيله ديالي واجده، غادي نخليها على جنب وغادي ندوز نوجد نشوي الخضره باش نوجد زعلوك. تشهيت هاكا، تشهيت يكون معها زعلوك. هاد المقيله صراحه جا واعر. احسن طريقه للزعلوك هي الخضره تكون مشويه، كتجي داك الطيبه ديال الشوا كيجي رائع. انا كناكلو بلا خبز، كناكلو غير بالمعلقه ما كنشبعش منه والله العظيم. كيجي كيحمق وما كيعجبنيش بالخبز بزاف، كنديرو كناكلو غير بالمعلقه. نقولوا الله يستر. ما عنديش مع الخبز بزاف، الحاجه ملي كتعجبني ما كنبغيش نزيد معاها الخبز. صافي بعد ما شويت هكا الخضره غادي نقطعها رقيقه، نحاول نقطع الفلفله وهذا ومطيشه رقيقه وخلاص. الدجاج راه دغيا دغيا ملي كيتشوى راه كيدوب ماشي غير كيتقطع دغيا دغيا. يعني كندير له غير بالموس، كنبقى ندعكو بالموس صافي كيولي ما باينش كاع. هنا مطيشه شويه، جوج مطيشات، ولكن غادي ندير في الزعلوكه غير وحده. ما الزعلوك ما كيبغيش مطيشه بزاف، غادي ندير غير وحيده. وحده غادي نخليها تنديرها في الحشوه ديال الميني بطبوط. المهم راه حيت مشويه فيها الطيبه ديال الشوا غتجي لذيذه. المهم ما تضيعش. كيفاش نديرها؟ المطيشه غاليه دابا، ما كاينش ضايع، كل الخضره كلها غاليه. الله يرحمنا يا ربي ترحمنا في هذا رمضان ويرخفوا علينا شويه. المهم كيف كتشوف الدجاج راه كيدوب، خاصو غير يكون جديد ما يكونش قديم. ملي كيقدم ما واخا كيتشوى ما كيبغيش يتقطع، كيجي في شكل. المهم الخضره تكون جديده من الاحسن. انا خديت مقيله درت فيها الفلفله ومطيشه اللي شويت ودرت زيت البلديه، وغادي ندير التوابل الملح والابزار والبابريكا فقط. هادشي اللي كندير في زعلوك، ما كنقوي، ما كنديرش العطريه كلها، كندير غير الملح والابزار والتحميره فقط. هادشي اللي كندير. كاين اللي كيدير الثومه، انا وقالتي مره كتعجبني الثومه مره ما كنديرهاش. وفي رمضان غالبا ما كنديرش، ما كنبغيش نكثر الثومه. صافي غادي نخلي هادشي يتقلى مزيان كيف شفتوا راه تقلى. عاد غادي نضيف الدنجال حتى الاخير وغادي نحرك واحد شويه بحال هكا صافي. وكيوجد دغيا دغيا وكيجي لذيذ لذيذ لذيذ. احسن طريقه للزعلوك هي هذه صراحه، كيجي فيه واحد المذاق خطير. غادي ندير الربيع وغادي نغطي عليه تنبغي نحطو، عاد نحرك الربيع. هنا غادي نوجد حشوه بارده ديال الميني بطبوط. درت الخس مطيشه اللي شويت، المايز اولا الذره مصبره، ودرت البيض مسلوق، ودرت جوج حكاك ديال الطون يكون جوده ممتازه يعني باش ما يعطيش ريح الزفوره. وغادي ندير واحد شويه ديال الملحه وشويه ديال الفلفل الاسود وشويه ديال الزيتون وشويه ديال الفرomاج محكوك
في الاخير صافي. وغادي نحرك كل شيء. هاد الحشوه ما عمري زعمت عليها، كنشوفها الناس كيديروها حشوه بارده ديال البطبوط، ولكن ما كنزعمش عليها، كنقول ما غاديش تجي زوينه. هاد المره قلت غادي نجربها، ولكن جات لذيذه لذيذه لذيذه، والله العظيم لا لذيذه، ما كنتش زعم عليها. ويسحاب لي ما غاديش تجي زوينه يعني. ما كنت كنقول راه ما غاديش تعجبني الحاجه، غير نزعموا عليها تجربوها غير المره الاولى، الا ما عجبتناش صافي ديك الساعات ما نعاودوش نديروها. انا صافي حكمت عليها بلا ما نذوقها. ولكن ملي جربتها صراحه حشوه لذيذه وجاو لذاذي بزاف، بحال لي ساندويتش اللي كيتباعوا في الزنقه فيهم واحد المذاق. داك الخلطه ديال الطون والمايز وهذا والبيض جا واحد المذاق زوين. صافي هما الحشوة عفوا البطبوط واجد او ميني بطبوط، عمرتهم خليتهم على جنب. دابا غادي نوجد شلاضه ديال الخس والبرتقال، كتجي لذيذه، راه سبق لي وجدتها معكم في القناه عده مرات، ولكن كيجي فيها واحد المذاق زوين، انا كتعجبني ومنعشه وصحيه بطبيعه الحال. البرتقال والخس راه صحيين بزاف، غير الا اللي ما فيهاش صحي كنزيد فيها سكر سنيده. الا ما بغيتوش تضيفوا سكر سنيده ما تضيفوش، تخليو غير الا كان الليمون البرتقال حلو، ولا ما تضيفوا سنيده. انا راه كنت ضفت واحد 2 معالق ديال سكر سنيده، حيت الليمون عندي شويه حامض. ما تصورش ليا، ما عرفتش علاش. المهم راه درت سنيده انا. وهنا كان كل شيء واجد، غادي نحط السلطه في طبيسلات، وغادي نبدا نوجد في المائده ديالي ديال هذا النهار. وهنا كتكون المائدة ديال إفطار اليوم الرابع من رمضان واجدة. هذا الميني بطبوط بالحشوة الباردة، وهذا المقيلة درتو هنا في الطاجين على حسابي، إلا بردات نسخنها. وزعلوك جا لذيذ لذيذ لذيذ، جا واعر. صراحة جا أكيد كل وحدة وطريقتها في زعلوك، ولكن بهذه الطريقة كيجي لذيذ بزاف. وهذه السلطة ديال الخس والليمون ولا البرتقال، درت العصير ديال الفريز والحريرة لا غبار عنها، يعني ما كتحيدش. وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى يكون عجبكم. دمتم في امان الله، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.